السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير يا مساء العسل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى هنعمل مكرونة وفراخ. اول حاجة انا رحت جبت ايه، فرخة كده وورك، لان جوزي ابو دانا مريض شوية، فانا قلت بقى ادلعه واقوم كده اجيب له ايه، فرخة كده واعملها له. مش خسارة في الراجل يعني، هو تعبان وشقيان معانا برضه، فلازم برضه نكرمه ونعمل له كده برضه أكلة كويسة كده برضه ياكلها. اول حاجه انا جبت الفراخ بتاعتي وجايبه له كمان ورك كون اهوت سليم، يعني كمان مش مقطع، سليم. اي خدمه اي خدمه يا ابو دانا. اهم حاجه لاول مره يشوفني ويتابعني، انا ابداعات مطبخ ام هاجر. اوعي تنسيني بالاشتراك على القناه، فعلي الجرس يوصل لك كل حاجه بعملها، شير كومنت حلو منك ليا. شجعيني كده وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تمام كده. ديت الفراخ بتاعتي، هنعمل بقى جنبها ايه، شوية مكرونة كده. وهنعمل طبعا شوية لسان عصفور لابودان عشان عنده برد. طبعا لازم نعمل له شوية شوربة، بس احنا هنعمل الفراخ مشوية. وهنعمل له ورك كده على قده كده ايه، مسلوق في الشوربة. طبعا ولاد ملهاش ذنب تاكل يعني فراخ مسلوقه، فانا هعمل له هو ورك بس مسلوق، وهعمل الباقي ايه، فراخ مشويه. غسلت الفراخ كويس، طبعا جبت ليمونه عصرتها على الفراخ مع شويه ملح وشويه خل، وهسيبها تتنيح شويه كده. هنسيبها تتنيح شويه وتنزل صفارتها، واهم حاجه تكوني غسلها كويس ما يكونش فيها زفاره، واهم حاجه طبعا تنقعيها بالملح والخل والليمون، وتسيبها شويه كده كده. خلاص انا نقعتها شويه، هروح بقى اغسلها بقى ايه من الليمون والخل ده والملح. بص انا بحب اقطع الفراخ المشويه، بحب اقطع ايه الصدر اتنين، الورك اتنين، حسب الرغبه. بس انا بحب اقطعها كده في الشوي. بس طبعا أنا قلت لك الورك ده عشان هعمله مسلوق باللسان العصفور. اول حاجه هنعمل له هو الاكل الاول، نعمل له اللسان العصفور بتاعه والورك بتاعه الاول، وبعد كده نبقى نعمل احنا بقى المكرونه والفراخ. بص انا عملت بصلايه، ورق لوري، شويه ملح، شويه فلفل اسود. انا بشوح الفراخ كده زي ما امي بتعمل بالظبط، انا والدتي اللي ربنا يمسيها بالخير بتشوح الفراخ بالشكل ده. طبعا انا بعملها زي ما هي بتعملها بالظبط، بسيبها تشوح شويه، بعد كده انزل عليها بالميه. كده خلاص اتشوحت شويه، الاسود ده فلفل اسود. هنزل بقى بالميه بتاعتي كده، واسيبه بقى يستوي كده ايه في الشوربه بتاعتي. وبعد ما الورك يستوي، طبعا هنعمل لسان عصفور. معلش عفوا لان الصوره قعدت تاني، انا اسفه. معلش يا جماعه، احنا كلنا اصلا عندنا برد، كلنا عندنا برد. اصلا الجو اليومين دول جو تعب وكله مرض، فربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. كده خلاص خلصنا الورك بتاعنا. تعالوا بقى نعمل لسان عصفور. حمرنا اللسان عصفور، وهننزل بقى باللسان كده في الشوربة، وهنديه غلوة. وبعد كده خلاص تنزليه بقى ايه من على النار. تمام كده. كده خلاص ده اكل ابو دانا بقى، لانه طبعا مريض، فعملنا له شوربة وعملنا له ايه، وركي وكده. تعالوا بقى نعمل الفراخ المشوية. انا معايا بصل ومعايا فلفل ومعايا قوطة. تمام. والتوابل بقى معايا طبعا بهارات فراخ، ومعايا جوز الطيب، معايا فلفل اسود، معايا بصي ملح كده، جنزبيل، قرفة، ورق لوري. تمام. هناخد بقى التوابل مع البصل والقوطة والفلفل ونحطهم في الخلاط، ونعمل بقى التتبيلة بتاعت الفراخ. طبعا انا غاسلة الفراخ بتاعتي وزي ما انت شايفة كده ومنضفاها. هروح بقى ايه، اضرب البصل بتاعي كده بقى. خلاص انا ضربته، هنزل بقى كده ايه بالتتبيلة الجميلة دي على الفراخ. طبعا هتسيبيها شوية في التتبيلة عشان تبقى برضو ايه، متدبلة كويس وطعمها حلو احسن يعني. انما انت لو مستعجلة ممكن تحطها في الفرن على طول، فعادي يعني، حسب الرغبة. لو انت مستعجلة عليها حطيها في الفرن على طول، لو انت مش مستعجلة افضل تسيبها شوية في التتبيلة.
التتبيلة كده بتاعتي خلاص خلصت، هنروح بقى ندخلها في الفرن. زي ما انت شايفة هي خدت غلوة كده. طبعا طالما الفرن شغال يبقى لازم نعمل بطاطا، هي فرصة. كده كده الفرن عندك شغال والجو ساقعة، هاتي بقى بطاطا حلوة كده وحطيها في الفرن وانت بتعملي الفراخ بتاعتك. بصي ما شاء الله. وعايزة اقولك ان هي رخيصة اليومين دول، وجميلة جدا في الساعة اليومين دول. تعالوا بقى نعمل المكرونة. طبعا معايا حلة مليانة مية، هنزل في الحلة كده في المية شوية ملح، واسيب المية تغلي معايا بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي في المية. دي مكرونة سباكيتي. عايزة اقولك لو المكرونة بتلزق منك ممكن تحطي فيها نقطة زيت. الزيت بيخلي المكرونة ما تلزقش ببعضيها، وبتبقى برضو ايه، مفلفلة في المية. لو انت مش حابة تحطي زيت ممكن بقى تقلبيها طول ما انت واقفة، قلبيها على طول عشان ما تلزقش منك في الحلة، لان المكرونة السباكيتي دي بتلزق في بعضها، فعايزاكي على طول تقعدي تقلبي فيها عشان ما تلزقش منك ولا حاجة. بصي كده هي داخلة على السوا خلاص. كده خلاص هي استوت معايا. تعالي بقى نصفيها في المصفى بتاعتنا. خلاص انا صفيت المكرونة. تعالوا بقى نعمل الصلصة. نفس الحلة اللي سلقتي فيها هعمل فيها. هنزل بشوية الزيت، طبعا ومقطعة بصلاية كده قطع صغيرة. لو انت مش حابة البصل تمام، لو انت حابة تحطي توم بدل البصل برضو تمام، حسب الرغبة. اهم حاجة وانت بتعملي الاكل استغفري ربنا وصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اوعوا تنسوني باللايك الجميل بتاعكم بالله عليكم. وقفوا جنبي وساعدوني ان قناتي تكبر ان شاء الله بيكم. واللي مش عندي يشترك عندي في القناة ويفعل زر الجرس. كده خلاص الصلصة بتاعتي كده خلاص، هي كده خلاص بتتسبك. هنزل بقى بشوية فلفل اسود وشوية ملح. لو انت حابة تحطي بهارات عادي، بس انا يعني بكتفي بس بالفلفل الاسود بس. تعال نبص على الفراخ. كده خلاص الفراخ بتاعتنا استوت. ودي طبق المكرونة بتاعتي مع الفراخ طبعا، واللسان عصفور بتاع ابو دانا. ادعوا له بالشفا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي كل مريض. اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبك. ولو عجبك اوعي تنسيني بالاشتراك على القناة، فعلي الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.